السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم حبوباتي على قناتكم سيري سور الجاتو. يسعدني اني رجعت لكم اليوم بوصفة جديدة سهلة سورتو براتيك للمرأة العاملة، واللي هي البيتزا السائلة بدون فرن، تتحضر في 10 دقائق. وي 10 دقائق. بطبيعة الحال حبوباتي، اذا كان عجبتكم الفيديو نتاع اليوم ما تنساوش باش تضغطوا وديروا لايك كبيره 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 كبيره، واذا كان كنتم مازلتم ما اشتركتوش في القناه ما عليكم الا الاشتراك بالضغط على زر صابوني. وصفتنا تاع اليوم سهله وبسيطه، نمروا نشوفوا طريقه التحضير مع بعضنا، ووعد مني اني نحط لكم لي زانغريديون في صندوق الوصف من تحت. المقادير اليوم باش نقيسهم بالكوب، وكما قلت لكم كل المقادير يكونوا في صندوق الوصف من تحت. راح ناخذ كوب ونص فرينه، راح نضيف عليه مغرفة تاع قهوة خميرة خبز، مغرفة تاع قهوة خميرة كيميائية، نص مغرفة ملح تاع قهوة، 3 مغارف كبار حليب بودر، ربع كوب زيت، وكاس أو كوب وربع ماء. هذا 1 كوب، ونزيد الربع تاع الكوب ماء، ونخلط لاباط متاعي مليح مليح. كيما شفتوها سهلة مهلة، ولاباط متاعي ديجا راهي بخيت، يعني راهي واجدة. حاوليكم القوام نتاعها كيفاه يكون، وصدقوني في الماكله خفيفه 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 ما تشبعوش منها والله. يعني الزوج متاعي قد ما ياكل يقول لي ما نشبعش منها. دونك هنايا في مقله حاميه دهنتها بشويه زيت، نصب نص الكميه نتاع لاباط او تاع العجين في المقله. بالمقادير اللي عطيتهم لكم تقدروا تعملوا زوج بيتزات، يعني زوج دو باتا بيتزا. بطبيعة الحال تشعلوا عليها نار متوسطة، ما تحطوش النار تاعكم تكون قوية بزاف، سينو راح تتحرق لكم. دونك اول حاجة نقوم بها هي نحط صوص طوماط، ندهن سطح البيتزا كاملة بصوص طوماط. كما قلت لكم البيتزا هذه تتطلب 10 دقائق او اقل حتى من 10 دقائق باش تطيب وتحطوها وتاكلوها. من بعد نضيف عليها كما راكم تشوفوا الجبن المبشور، موتزاريلا ولا ايمونتال، الجبن اللي عندكم اللي تحبوه. انا هنا حطيت ايمونتال غبي، مي تجي ابن فرانشمون بالموتزاريلا، انا النهار هذاك ما كانش عندي. نضيف عليها شرائح فلفل الرومي، فلفل اخضر، انا اخترت نحط فلفل اخضر وفلفل اصفر باش تعطي منظر جميل. والاهم من هذا كله تزيدها بن على بن. نزيد فوقهم طماطم قصيتها مربعات. البيتزا تاعكم تقدروا ديروا فيها اللي تحبوا، شامبينيون، طون، اللي تحبوا المكونات اللي تحبوها نتوما. انا اليوم درتها يعني فيجيتاريان. من بعد زدت عليها شرائح البصل اللي قطعتهم. كيما راكم تشوفوا انا جو سوي تري تري غورموند، يعني حطيت كثرت لها بتاع حوايج من نحبها هكا، صدقوني تجي بنينه بنينه بنينه. تلقاو لي غو تاع لي زانغريديون كاملين فيها. ومن بعد حطيت لها شويه زيتون اكحل مقطع شرائح. ثم انا خديت عندي جبن كاري، هذا اللي الذوب تاع كروك مسيو، قطعته شرائح هكا كيما راكم تشوفوا، حطيته فوق لي زانغريديون كاملين. كما راح تشوفوا انا راح نزيد عليها مغرفة قهوة تاع زيت زيتونة من الفوق، ورشة ملح باش الخضرة هذوك يعطيو الجو تاعهم ما يجوش مسوسين. وصدقوني رشة اوريغانو تزيدها مش بنة على بنة برك، تاكلوا صباحها من وراكم. تغطيو المقلة تاعكم وتخليوها تطيب على راحتها على نار هادية. بطبيعة الحال يا الفحلات مش تستناو 10 دقائق ومن بعد تهزوا المغط، دونك تفقدوها كل وحدة حسب الغاز متاعها. انا تاخذ مني 10 دقائق في الطياب. هاوليكم البيتزا تاعي واجدة فرانشمون، اللي تي تري 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 بون. نتمنى من كل قلبي انكم تجربوا الوصفه هذه وتعطيوني رايكم وتخلوا لي الكومنتات وتقولوا لي شنو رايكم فيها. واذا كان عجبتكم الفيديو ما تنساوش باش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وبارطاجيو البنات سيل فو بلاي سيل فو بلاي. بارطاجيو الفيديو باش تكبر القناه، راهي ما هي موجوده كان بكم انتوما. دمتم في رعايه الله وحفظه. ندير لكم دي غرو بيزو، نقول لكم على بروشين ان شاء الله.